اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد وروتين جديد، والنهاردة هشارككم روتين يومي كامل. هنقضي جزء كبير من الفيديو في المطبخ، وكمان هنعمل حاجات كتيرة في الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم وتتابعوه للاخر. هطلب منكم لو اول مرة بتشوفوا قناتي وعجبتكم قناتي تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس على الكل، عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصل لكم اشعار بيه. اول حاجه معانا كده في الروتين، بقالي كتير قوي محضرتش معاكم فطار. هشارككم بقى كده فكره فطار سهله وسريعه، وكمان كده ايه نقدمها بشكل جديد ومختلف. اول حاجه انا سلقت بيض وحمرت بطاطس وجبت بقى فلفل. ما كانش عندي خيار، بتحبوا الطماطم قطعوا طماطم، جزر، اي بقى نوع خضار بتحبوه قطعوه كده مع الفطار. وابتديت ان انا ارصهم كلهم في صينيه. حطيت البطاطس وحطيت عليها كاتشب. طبعا العلبه كانت بتخلص، جبت اخرها خلاص، فزي ما شفتوا كده معايا وقعت الكاتشب كله في حته واحده. المهم بقى جبت برضو كده شرايح من اللانشون ومن الجبنة الرومي، واحط معاها بقى فينو او توست، اي نوع عيش طبعا انتوا بتستخدموه. جبت شرايح اللانشون لفتها كده وشبكتهم ببعض بخلة من اللي هي بتاعت السنان، والجبنة الرومي قطعتها مثلثات لزوم التغيير برضو، زي ما قلنا العين بتاكل قبل البق. طبعا خدت الفطار القمر دوت، والجو بقى كان مشمس كده وجميل، وقعدنا فطرنا في البلكونة. دخلت بقى كده على اوضه النوم، ابتديت ان انا افتح الشباك واهوي الاوضه. طبعا الروتين دوت انا بعمله مره كل اسبوع، مش روتين عميق ولا حاجه، اللي هو الروتين العادي خالص طبيعي. يعني في نهاية الأسبوع بننضف الشقة عشان تبقى نظيفة يوم الجمعة، نصحى نلاقي الشقة كلها نظيفة ورايقة. يعني ما هواش روتين عميق خالص، الروتين العادي خالص، الحاجة اللي انتي شايفاها عايزة تتعمل قدامك وعندك وقت تعمليها بتعمليها. فانا فتحت الشباك لقيت شكله متطرب وبقاله كتير ما اتعملش. مش شرط بقى اللي هو ما تنفضيش الشباك لو انتي بتعملي الروتين العميق، لا، اي حاجة قدامك محتاجة ان هي تتنضف نضفيها طبعا، ما تتأخريش طالما عندك وقت. فمسكت الشباك كله بقى، الشيش والازاز والسلك، لمعتهم حلو ونضفتهم من التراب. وكان عندي بقى بصوا غسيل على غسيل، حوالي 4 مرات غسيل. الغسيل ما تطبقش، انا حرفيا كل يوم بغسل غسيل في الغسالة، وبنشر غسيل وبلم غسيل. فطبعا اتركم عليا بقى، ما طبقتهوش بقاله كذا يوم، اكمني كنت في القاهرة وكده. فطبعا راجعة بقى بعمل حاجات كتيرة في الشقة، وهدوم متركمة عليا كل يوم بغسل. فمسكت بقى الغسيل كده وطبقته. ابتديت بالفوط، وهتشوفوا برضو معايا تطبيقة الملايات ازاي بطبقها وازاي بكويها، بحيث ان احنا لما نيجي نفرشها تاني يبقى كأنها جديدة. وتعالوا نتكلم مع بعض بقى شوية في غلا الاسعار ده. بجد الاسعار بقت حاجة يعني بصوا فظيعة فظيعة علينا كلنا، على الغني وعلى الفقير، مش على الفقير بس. الكل متأثر بالوضع الاقتصادي اللي احنا بنمر بيه، الغني والفقير. الفقير طبعا اكتر، بس مفيش فئة في مصر ما تأثرتش بغلا الاسعار دي. كلنا متأثرين وكلنا متعكننين من الأزمة الاقتصادية اللي بلدنا بتمر بيها. بس عايزين نقف ونقول لنفسنا حاجة، احنا بجد احسن من غيرنا، ولازم نتفائل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نتفائل حتى في اسوأ الظروف. لازم يكون عندنا تفاؤل، ونفكر ان شاء الله بكرة هيبقى احسن، واحنا برضو احسن من غيرنا بكتير، بفضل برضو جيشنا العظيم. يعني ربنا يحمي مصر. والحمد لله ان هي يعني الازمة جاية على الفلوس، يعني بلدنا ما حصلهاش حاجة تانية زي بقية البلاد. الامن والامان اهم برضو من اي حاجة. فنحمد ربنا ان هي الازمة معانا ازمة اقتصادية، وندعي بقى كده ونقرب من ربنا. ندعي الأدعية بتاعت زيادة الرزق، ربنا يرفع عننا البلاء. طبعا لما ندعي الأدعية دي مش شرط ان ربنا هيرزقك بفلوس او بمبلغ معين من المال، لا طبعا.
ممكن ربنا يباركلك في الفلوس القليلة بتاعتك. يباركلك فيها ازاي؟ عيالك ما يعيوش، ما تروحيش لدكاترة، الاكل اللي انت تعمليه يكفيكي، يبقى فيه بركة في البيت. طبعا بركة ربنا اهم بكتير من 100 مليون جنيه. يعني انت لو معاكي اصلا 1000 ولا 2000 وات ايفر اي مبلغ وما فيهوش بركة ربنا، انت كده معكيش حاجة، مش هتحسي ان انت معاكي فلوس اصلا. لكن لو معكيش فلوس وفلوسك قليلة وعندك بركة كده من عند ربنا، هتلاقي المركب ماشية والفلوس مكفية والدنيا تمام. فلازم كلنا نقرب من ربنا، نقول الأذكار، نصلي، ندعي، لأن بجد دوت يعني كله أكيد بسبب بعدنا عن ربنا. فأول حاجة وأول خطوة إن احنا ننجو من الأزمة دي، نقرب من ربنا. ادعي الأدعية بتاعت آه، زيادة الرزق، هسيبها لكم في صندوق الوصف، اقروها كل يوم، هتلاقوا بجد الموضوع فرق معاكم. وزي ما قلت لكم مش شرط ان انت عشان تدعي الدعاء ربنا هيديكي فلوس، لا، ممكن تلاقي الرزق اللي ربنا هيرزقه لك ده هو الدعاء لزيادة الرزق. الرزق مش فلوس بس، ممكن تلاقيه في شكل بركة تحل على البيت كله، سواء بقى في الفلوس او في اي حاجة. اكيد هتلاقي الدنيا اختلفت تماما معاكي. طبقت الملايات بقى زي ما شفتوها كده وكويتها كوية سريعة كده بالمكوى، دي طريقتي في التطبيق بتاعة الملايات. طبعا شفتوها كانت واضحة في الفيديو، انا كنت طبعا بتكلم في الموضوع اللي بنتكلم فيه. تعالوا بقى معانا وصفة تانية هنحضرها، وصفة سهلة جدا وسريعة، وبصوا بقى طعمها لا يقاوم، بجد حاجة فظيعة في الشتاء ده. فيها نسبة سعرات حرارية، بصوا قنبلة كده من السعرات الحرارية. هنحضر مع بعض المدلعة. اول حاجة جبت الكنافة وابتديت ان انا اطحنها في الكبة. لازم طبعا الكنافة تكوني مجمداها في الفريزر عشان تطحن معاكي في الكبة بسهولة. طبعا لو ما عندكيش كبة تقدري برضو تجمديها في الفريزر وتبتدي تفركيها كده بايدك، هتلاقيها اتطحنت معاكي وادتك نفس النتيجة بتاعت الكبة، بس هتفرميها شوية حلوين. اديت للصينية دهنة كده من الزبدة، استخدمت زبدة فرن، دهنتها كده دهنة سريعة بالزبدة. وهنا محمد كان بيخطف مني حبة كنافة، بيحب ياكلها نية. السر بقى في اللون بتاع الكنافة ان يبقى لونها ذهبي وجميل، اللي هو السكر البودر. حطيت حوالي معلقتين كبار، وسيحت طبعا معايا باقي الزبدة، حوالي 3 معالق كبار من الزبدة. انا هنا مستخدمة حوالي ربع كيلو من الكنافة، تمام؟ يعني نص كيلو انا بعمل بيه مرتين. ضفت بقى كده الزبدة على الكنافة وهبتدي افركهم كويس. هلبس بس كده جوانتي عشان ايه السمنة ما تدهننش في ايدي، واحنا طبعا في الشتاء والمواد الدهنية دي اما بتدهن بتبقى صعب ان هي تطلع من الايد اصلا. فابتديت بقى ان انا افركها كويس لحد ما كل الكنافه تتغلف معانا بالزبده. وقدامك بقى حل من الاتنين، لا تمسكيها بقى تشوحيها كده على البوتاجاز من فوق كانك بتحمري بقى شعريه، تفضلي تقلبي فيها، بس الطريقه دي بجد متعبه جدا وبتاخد معاكي وقت على ما بتتحمر. فانا زي ما شفتوا كده معايا بقلبها وبحطها في الفرن على الرف الاولاني على درجه حراره 180، وكل ربع ساعة ببص عليها واديها تقليبة لحد ما الاقيها احمرت معايا وبقت تمام. بكون عامله لها شويه شربات صغيرين بسقيها بالشربات وبقلبها كويس جدا، وده شكلها هو بعد ما اتحمرت كده الكنافه جاهزه معانا. تبتدي تحطيها كده في قعر الصينيه اول طبقه، وقدامك حل من الاتنين، لا تشتري بسبوسه جاهزه لا اما تعملي بسبوسه. وانا هسيب لكم طريقه بسبوسه اكون عاملاها في صندوق الوصف، هتلاقوا برضو الطريقه سهله جدا والمقادير بسيطه. المهم انا جبت نص كيلو من البسبوسه، وضربت بقى كوباية من الكريم شانتيه، عليها معلقتين سكر بودر، وكوباية من اللبن الساقع. ضربتهم. احنا عايزين الكريمة ما تكونش تقيلة قوي زي بتاعة التورتة، يعني الكريمة تكون خفيفة شوية بحيث ان هي ايه تتفرد معانا بسهولة. طبعا لو تقيلة وجيتي توزعيها كده هتلاقيها شالتلك طبقة الكنافة وطلعت معاكي. حطيت طبقة البسبوسة وهحط طبقة كمان من الكريمة، وهحضر بقى طبقة الكراميل. في اكياس كراميل بتتباع جاهزة وممكن تجيبوها لو عايزة تستخدمي الكراميل بتاع البيت، وانا بفضله. بتحطي نص كوباية من السكر لحد ما تتكرمل، واما بتبتدي ان هي تتكرمل وتسيح معاكي بتحطي عليها نص معلقة من الزبدة، وبعد كده بيكون معاكي نص كوباية من اللبن عليها معلقة من النشا، وبتبتدي تقلبيه لحد ما يبقى معاكي بالشكل ده. بتحطيه بقى على الوش وتشكلي الوش بقى بنوتيلا، شوكولاتة، معلقتين كريم شانتيه كده تخفيهم وتعملي خطوط.
اي شكل بقى تشكلي بيه الوش بتاع المدلعة. وده شكلها، بصوا طعمها بجد خطير، عايزاكم كلكم تجربوها على طريقتي، بجد احلى من اي محل وطعمها فظيع جدا. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه. ما تنسوش تشوفوا الأدعية في صندوق الوصف. ربنا يا رب يرفع عنا الوباء والبلاء ويوسع علينا جميعا، وانتظروني في فيديو تاني جديد.